بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولادي وأخواتي حبايبي في الله، اللي داخلين المطبخ لأول مرة هوريكم هتعملوا الكرنب ازاي، تسلقوها ازاي. بناخد العين ايدي، طبعا بنستفاد منه قوي، بنعمل منه أحلى أكلة. مخلل، مش مخلل بقى مخلل حادق، لا هنعمل منه أكلة جميلة جدا. العين ايدي بس ما تكونش مسلوقة، تقطعوه زي ما انا قطعتها كده. سلقنا الورق، ورت لكم بنحط الكرنبة ازاي. وتقطعوا الورق، يا اما تقطعوه كده يا اما تقطعوه وانتوا بتلفوا. نعمل الورقة نلف كده المحشية وبعدين نقطع، نلف ونقطع، يا اما تقطعوه زي ما انا بقطعه كده. والورق ما بتسلقش، يا دوبك بيدبل في المية وبعدين بنشيله. ماشي يا بنات، عشان لو عنا شوية في الفريزر ولا حاجة ما يحصل لهمش حاجة. شوفوا بقى اللي ممكن تعملوا كده، تلفوا الصبع المحشي وتقطعوا وهي سليمة كده. خلاص يا بنات، هنا بقى نعمل لكم مخلل جميل قوي. هو يعتبر مش مخلل لان انا ما بحطش ملح كتير، هي معلقة ملح بس او معلقتين. بنحط بنجر وتوم وخل مية عادية جدا، ونغطي عليه بأحلى أكلة. تاكلوه في الكرنب بالطريقة دي يا بنات، كلوه بس بتعملوه بنفس الطريقة. وتاني يوم هتاكلوا منه وجميل قوي والله. انا ما ببطل اكل فيه رغم انا عندي الضغط، ما انا باكل منه جميل قوي، طعمه تحفة جميل قوي. معلقتين 2 ملح كده على الكمية اللي انا عاملاها، وبنحط بتاع فنجان خل، وبنحط المية وبنقلبه ونسيبه. تاني يوم تبدأوا تاكلوا منه. يعني انا عاملاه خلص وعملت غيره، يعني انا بعمله يخلص واعمل غيره على طول. ده من قلب الكرنب، اللي بيبقى الحاجات اللي بتبقى الابيض اللي جوه ده ما بنرموش، بنعمله زي البصل. في بصل بيتعمل بنفس الطريقة، يعني بعمل لكم البصل برضو نقطعه شريح كده وبنعمله في نفس الطريقة، وبعد ساعة بتاكلوا منه. شايفين ده اخر حاجة عندي وعملت غيره. لا جميل قوي. وعندي برضو مخلل خيار اهو عاملاه،